السلام عليكم، اهلا بيكم في مطبخ المهد. تعالوا النهارده بقى نعمل عيش الشوفان لمرضى السكر والدايت كمان، من غير خميره ولا بيكنج باودر ولا اي حاجه. بميه ودقيق هنعمل عيش الشوفان زي ما انتم شايفين الرغيف عامل ازاي، ينفع للسندوتشات كمان. يلا نسمي الله ونصلي على رسولنا الكريم وكملوا معايا لاخر الفيديو. اول حاجه معايا هنا كوبايتين من دقيق الشوفان مضغوطين كده زي ما انتم شايفين، انا بضغط عليها بالمعلقه. انا عايزه المقدار هنا كوبايتين من الدقيق. انا دقيق شوفان ده شارياه من عند العطار جاهز، او ممكن تجيبي شوفان وانتي تطحنيه في البيت. هنحط هنا بقى كوبايتين من دقيق الشوفان زي ما قلت لكم. هنا انا مش هحط خميره ولا بيكنج باودر خالص، انا هعمل العيش بتاعي بدقيق الشوفان وميه مغليه. حطينا اول كوبايه وادي تاني كوبايه كده زي ما انتم شايفين. تمام. معايا هنا ربع معلقه صغيره من الملح. هقلب كده المكونات كده مع بعض، وبعد كده هجيب ميه مغليه. معايا هنا كوبايه من الميه المغليه، هقلبها كده زي ما انتم شايفين. وبعد كده هحط كوبايه كمان من الميه المغليه، يعني انا استخدمت هنا كوبايتين دقيق شوفان عليهم كوبايتين من الميه المغليه. تمام. هقلب بالمعلقه زي ما انتم شايفين لغايه لما العجينه تبرد معايا خالص. اهم حاجه هنا ان الميه تكون مغليه زي ما انتم شايفين، يعني تكون مطلعاها من على البوتاجاز على طول. طبعا مش هعجن بايدي الا لما ايدي تستحمل الحراره بتاع العجين. انا سبتها تبرد شويه وبعدين هبتدي اعجنها كده لمده 5 دقايق لغايه لما العجينه تنعم معايا خالص. بعد كده هوريكم شكلها. العجينه نعمت معايا تمام، هي بتلزق بسيط. هبتدي اقطعها. انا طبعا شكلتها على شكل اسطوانه، واقطعها كده قطع عشان نبتدي نشكلها. الكميه هنا عمل معايا 10 قطع. هبتدي كده اكورها زي ما انتم شايفين كده، كور متوسطه مش كبيره ولا صغيره. بعد ما كورتها هبتدي بقى افرد العيش بتاعي. معايا هنا كيس بلاستيك حطيته، ممكن ترشي رشه دقيق عشان لو خايفه ان هو يلزق معاكي، بس عادي مفيش مشكله. حطيت كده كيس بلاستيك وحطيت العجينه وحطيت فوقيها كيس بلاستيك. تمام. وبعدين هفرده كده بالنشابه بالراحه خالص، هو بيتفرد معاكي بكل سهوله. قوام الرغيف انا مش عايزاه ولا تخين ولا رفيع، عايزاه في حجمه المتوسط كده زي ما انتم شايفين. فردناه كده بالراحه خالص. هنبتدي بقى نشيل الكيسه، هوريكم بتتشال بكل سهوله خالص ازاي. والرغيف معايا عامل ازاي، شايفين ده سمك العيش اللي انا عايزاه. هبتدي بقى اخلص كل الكميه كده، هفردها كده على اكياس بلاستيك وهسيب العيش لمده من ربع ساعه لنص ساعه، ما تكتريش عن كده، العيش بس يرتاح عشان نبتدي نسويه. انا طبعا خلصت كل كميه العيش زي ما انتم شايفين كده. معايا هنا بقى طاسه سخنه على نار متوسطه. هبتدي احط الرغيف. شايفين اتشال معايا بكل سهوله من الكيس البلاستيك. اول كده ما ياخد لون من تحت هقلبه. انا ما قطعتش هنا الفيديو عشان اوريكم شكل الرغيف زي ما انتم شايفين النار متوسطه ازاي. كل شويه بقلب كده الرغيف عشان ما يتحرقش معايا. شايفين الرغيف بدأ يعلى معايا ازاي ما شاء الله. طبعا هنا ولا خميره ولا اي حاجه، العيش بميه ودقيق بس. شايفين ما شاء الله. كل شويه بضغط عليه كده من ناحيه عشان الهواء يدخل فيه والرغيف يطلع معايا منفوخ كده زي ما انتم شايفين. خلاص كده العيش معايا استوى. هبتدي اطلعه وهسوي باقي كميه العيش زي ما سوينا اول رغيف. خلاص خلصت كل كميه العيش زي ما انتم شايفين. طبعا بطلعه وبغطيه على طول. شايفين العيش عامل ازاي، طري جدا وينفع للسندوتشات، ملوش حل. احلى عيش ده ولا ايه؟ زي ما انتم شايفين العيش بنطبقه ازاي وبيرجع زي ما هو خالص، ولا بيتكسر معايا ولا اي حاجه. الرغيف بسم الله ما شاء الله تحفه. جربوه ان شاء الله هيعجبكم. عملنا معاكم النهارده احلى عيش شوفان للدايت طبعا، وطبعا ده صحي جدا. العيش الشوفان شايفين شكله ما شاء الله من جوه ازاي، طبعا لان ما فيهوش كميه سعرات حراريه. فجربوه ان شاء الله يعجبكم. عملنا معاكم احلى عيش شوفان من غير خميره ومن غير بيكنج باودر، بميه مغليه ودقيق بس. اظن مفيش اسهل من كده. لو عجبكم الفيديو لايك وشير واشتراك للقناه وتفعيل الجرس وتعليقاتكم الجميله. والسلام عليكم.